رحرحاتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدريس ده كنت طلعت لكم بيه قبل كده، كان على مش عارفه اسمه ايه، بليزر ولا جاكيت ولا ايه، كوت جينز، وكان على خمار ونقاب لونهم بيج ومره اوف وايت. الحقيقه انا ما لقيتهمش منسقين غير في الاسود، يعني الشكل اللونين مع بعض انا حاساهم كويسين. مع العلم بقى ان انا لقيت ان سايد جدا موضوع الكرهات ده. هو انا اصلا ما بحبش الكرهات، بس قلت اجرب يعني. وللحظ الجميل ان لقيته بقى ترند دلوقتي، وكله بقى الشتا دلوقتي. معرفش هو ده طول عمره ولا لسه قريب، عشان انا اصلا ما كنتش متابعه اصلا موضوع الكرهات ده. لقيته ان ده السائد بقى في الشتا دي برعايه الكرهات. اول حاجه عايزه اقولك عليها، لما تيجي تلبسي حاجه كروهات ما تحاوليش تلبسي، لو انت يعني مش منتقبه، ما تحاوليش تلبسي خمار مشجر. المشجرات والمقلم واللي فيه الوان وكتير وحاجات دي بتخليكي في دوشه الوان ودوشه اشكال، وما بتظهرش شكل الكروهات. وعلى فكره الكروهات يعني شكله كويس مش وحش، بس هي بتبقى الالوان الفاتحه. كل ما كان الكروهات افتح، وكل ما كان ما فيهوش الوان كتير كل ما كان احسن. طيب ايه القصات اللي ممكن تنفع مع الكروهات؟ خليني اقول لك حاجه، كل واحده على حسب جسمها وعلى حسب ما بتعرف ان هي تلبس او ما متعوده انها تلبس. في ما شاء الله حد يعني جسمها مليان فبتاخد الحاجه لصك وبتبقى فيها حلوه. في واحده متوسطه بتلبس مثلا حاجه وده على فكره هو واسع، على فكره انا بس مش حابه ان انا ابين، هو واسع مش ضيق وبيكون حلو فيها. في واحده بتبقى رفيعه جدا بتبقى عايزه تلبس حاجه منفوشه كلوش كروات، بيبقى برضو مديها كده مركزها. فهو على حسب جسمك، بلاش تمشي ورا حته اصل ده ترند فلازم البسه. شوفي الاول هيليق عليكي ولا لا. دي حاجه. او دي تاني حاجه. تالت حاجه وعايزاكي تاخدي بالك منها كويس جدا، فكره ان انت تلبسي حاجه علشان طلعت موضه وما بتمشي ولايقه عليكي، بس ما تمشيش وما تتماشاش مع التعليم بتاع دينك. دي من اسخف الحاجات اللي ممكن تحسي بيها. يا جماعه ما تمشوش ورا البلوجرز، ما تمشوش ولا ورا اللي بيصدروا لكم. في كتير منهم بيصدروا مجرد اعلان لبراند معين، مجرد ان هم عايزين يسوقوا الحاجه، سواء اعلان واخدين فلوسه، سواء براند بتاعهم عايزين يسوقوه. الحاجه لو ما تمشيش مع دينك تاخديهاش، الحاجه لو ما تلقش عليكي ما تاخديهاش، الحاجه لو مش هتخليكي مبسوطه وعلى قد فلوسك ما تضغطيش نفسك عشان تشتريها. وهم البلوجرز ده طلعوه من دماغكم. البلوجرز دول كانوا في يوم من الايام حد عادي جدا بسيط، بس هم في منهم الناس اللي اشتغلت على نفسها فعلا وبتسوق لفكره معينه، وفي منهم واخدينها سبوبه وماشيين مع التيار، ودول اسوأ انواع البلوجرز اللي في الدنيا. فانتوا فيكوا عقل، وانتوا اللي هتتحاسبوا، وانتوا اللي واجهت نفسكم، محدش تاني واجهتكم. السلام عليكم.